ولا هي كيكة ولا هي بسبوسة، هي ميكس بين الكيكة والبسبوسة. هاتي بولة بقى وهننزل بكوباية من السميد أو دقيق السامولينا وكوباية من الدقيق، وزي ما انتوا عارفيني أنا بحب أنخل الدقيق عشان لو في أي تكتلات ما تنزلش جوه الكيكة بتاعتنا. نص كوباية من جوز الهند، معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب الخليط ده كويس جدا. هاتي بقى الخلاط بتاعك، 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة من الفانيليا، نص كوباية من السكر، كوبايتين من الزبادي، نص كوباية من الزيت. هنضربهم كويس جدا كده وهنزل بالخليط بتاعي على الدقيق. هنقلب كده في اتجاه واحد، هو القوام بيبقى تقيل شوية كده. فرنك شغال طبعا على درجة حرارة 180. عندنا هنا استخدمت قالب مقاس 26، يعني 24 26. ادهنيه كده مادة دهنية وانزلي بالخليط بتاعنا ودخليه الفرن. هنحضر بقى الشربات، كوبايتين من السكر، كوبايتين من المية. أول ما ياخد غلوة كده لمدة 5 دقايق هنزل عليها بعصرة ليمونة. خدت معايا تسوية الكيكة 40 دقيقة بالظبط، وسقيتها بقى بالشربات بتاعنا. كل ما تسقيها وتشرب الشربات اعرفي ان الكيكة بتاعتك ناجحة وكمان خطيرة. قطعيها بقى كده وزينيها بجوز الهند. أحلى كيكة رواني هتجربيها في حياتك، من أحلى الكيكات اللي انت هتعمليها، ميكس بين الكيكة والبسبوسة، بس خطيرة. ولو عجبك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. باي باي.